بعد تحديد بيرسي تاو خطوته القادمة، الأهلي يحدد صفقة مهارية مدوية لخلافته. بدأ أمير توفيق مدير تعاقدات النادي الأهلي في الحديث مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لتقديم عروض رسمية من الخليج سواء السعودية أو قطر لرحيله، خاصة بعد تحديد اللاعب وجهته المقبلة. ونشبت أزمة قوية في الأيام القليلة الماضية بين بيرسي تاو جناح الفريق والمدرب مارسيل كولر عقب انفعال اللاعب على المدير الفني للقلعة الحمراء لاستبداله في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي. وقال مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن النادي الأهلي يرغب في الاستفادة المالية من الجنوب أفريقي حال رحيله عن الأهلي، لذا تواصل مع اللاعب أمير توفيق لمناقشة جلب بعض العروض الرسمية له للانتقال إلى أحدهما في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وشدد المصدر أن المدرب السويسري مارسيل كولر لن يكتفي بالعناصر المتواجدة داخل صفوف الفريق الأحمر، وحال رحيل بيرسي تاو سيطلب